السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله هنحضر معكم كيكه الشوكولاته بمذاق القهوه. لعشاق القهوه كتجي اكثر من رائعه وتستحق التجربه. كتجي خفيفه وهشيشه بمذاق القهوه، وكنسقيوها بواحد الصلصه ديال الشوكولاته والقهوه كتجي اكثر من رائعه وسهله التحضير. مكونات بسيطه، ندوزو على بركه الله تشوفوا المكونات والطريقه. بالنسبه للمكونات اللي غنحتاجو باش نحضروا هاد الكيكه، غنحتاجو 3 ديال البيضات اللي كل الحجم ديالهم كبير. الا كان البيض صغير ديروا 4 ديال البيضات، كاس ديال السكر سنيده، كاس ديال زيت نباتيه. عندي هنايا كاس ديال القهوه سريعه الذوبان. خديت كاس ديال الماء دافي درت فيه معلقه كبيره ديال القهوه سريعه الذوبان. وعندي هنايا 2 كيسان ديال الطحين، معلقه كبيره ديال الكاكاو المر، وجوج ديال الخميره ديال الحلوى من وزن 8 غرام، اي في المجموع ديالهم 16 غرام. هادو هما المكونات اللي غنحتاجو باش نحضروا هاد الكيك. دابا ندوزو على بركه الله نشوفوا الطريقه ديال التحضير. غناخذ هنا واحد الاناء غندير فيه البيض. عندي هنايا 3 ديال البيضات كبارين. كما سبق وقلت لكم الا كان عندكم البيض صغير ديروا 4 ديال البيضات. غنضيف عليهم كاس ديال السكر. بالنسبه للسكر عندي مغربل من قبل. وغنخلط هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم. دابا بعد ما خلطت البيض مزيان مع السكر غنضيف الزيت. وغنضيف كاس ديال القهوه سريعه الذوبان. بالنسبه لهاد الكاس ديال القهوه خصو يكون دافي ما يكونش سخون، باش هكا ما يطيبلناش داك البيض. صافي وغنخلط كلشي مزيان. دابا غنضيف الطحين. غنغربل الطحين باش ما يبقاوليش داك الحبيبات. وغنضيف كذلك معلقه كبيره ديال الكاكاو المر حتى هي غنغربلها. وغنخلط كلشي مزيان بالطراب اليدوي. دابا غنضيف الكاس الثاني ديال الطحين. بالنسبه لهاد الكيكه كنحتاجو فقط 2 الكيسان ديال الطحين. انا حاولت نعطيكم المقادير مضبوطه. وغنضيف 2 اكياس ديال خميره الحلويات. وغنخلط كلشي مزيان. دابا بعد ما خلطت هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم كيكون هذا هو الخليط ديال الكيك. ما كيكونش ثقيل، كيكون خفيف كما كتشوفوا. دابا خديت هنايا المول ديال الكيك اللي كيتحل وكيتسد، فرشت فيه ورق الطبخ ودهنت له الجوانب ديالو بشويه ديال الزيت ورشيتهم بالطحين. دابا غنضيف الخليط ديالي في المول كما كتشوفوا كيكون على هذا الشكل هذا. صافي غنضيف الخليط في المول وغندخلو الفران يطيب. انا كنشعل عليه من التحت ومن الفوق، كنخلي هاد الكيكه حتى تطيب وتنفخ ومن بعد نخرجوها ان شاء الله. دابا بعد ما كطيب الكيكه ديالنا كتجي على هذا الشكل هذا. انا شويه خليتها تحمرت اكثر من القياس. دابا هنا غادي ندوز باش نحضر الصلصه اللي غنسقي بها هذه الكيكه. خديت هنا واحد الكاسرونه درت فيها نص كاس ديال الحليب بارد، وضفت عليهم 6 ديال القطع ديال الشوكولاته السوداء ومعلقه صغيره ديال القهوه سريعه الذوبان. غنديرهم فوق البوطه نخليهم حتى يذوب لنا داك الشوكولات.
كما كتشوفوا الكيكه ديالنا كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي خفيفه ومفشفشه. دابا هنا غندوز باش نسقيها بهاد الصلصه ديال الشوكولاته. قبل ما نسقيوها بهاد الصلصه كناخذوا واحد الكويغ دو كنديروا فيها ثقوب، هكا كنديروا ثقوب من الفوق باش هكا كتشرب لنا هاد الصلصه. صافي غنسقيها مزيان بهاد الصلصه ديال الشوكولاته، ومن بعد غنزينها هنايا باللوز كونكاسي اللي خديته حمرته شويه في المقله. غنزين بهذا الشكل هذا. بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري، ممكن تزينوا باش ما بغيتو، ممكن تزينوا باللوز ايفيلي اولا الكاوكاو كونكاسي اولا الفيرميسيل شوكولا، فكيبقى لكم الاختيار. هذا هو الشكل ديال الكيكه ديالنا بعد ما زينتها، كتجي على هذا الشكل هذا. دابا غندوز باش نقطع معكم باش تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل. هذا هو الشكل ديال الكيكه ديالنا من الداخل، كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي خفيفه وهشيشه، كتجي معلكه وفازقه بداك الصلصه ديال الشوكولاته اللي سقيناها بها من الفوق. كتجي لذيذه بزاف، فعلا تستحق التجربه. كما كتشوفوا كيكون هذا هو الشكل ديالها، كتجي خفيفه وهشيشه، كتجي فيها ديك المذاق ديال القهوه، كتجي رائعه هاد الكيكه هادي. كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تعجبكم وتجربوها. وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليو لي لايك وتشتركوا في القناه بالنسبه للناس اللي باقي ما اشتركوش في القناه. ونتلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله.